عارفه لما تكوني دايما بتسالي نفسك ليه بحس ان انا ما استاهلش، ليه بحس ان انا مش كفايه، انا خايفه ان انا اطلب اكتر لحسن ابان ان انا مغروره، لحسن ابان ان انا طماعه. فالنهارده هنتكلم عن موضوع حساس شويه، الموضوع اللي انت لو فهمتيه واشتغلتي عليه هيغير حياتك كلها بشكل كامل. وخليني اقول لك، لو انت بتتفرجي على الفيديو ده، معاكي نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي، والفيديو ده هيكون درس من دروسي المجانيه الخاصه بكورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوحيدك لذاتك واستحقاقك. الكورس هتلاقيه متقسم كذا سيكشن، الغرض منه ان هو يعلمك بشكل كبير جدا ان انت ازاي تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر وبشكل احسن. فاحنا بقى في الفيديو ده هنتكلم بشكل كبير قوي عن الفرق بين الاستحقاق والغرور، وازاي ان انا ازود احساسي الداخلي ان انا استاهل. كلمه الاستحقاقيه اللي بقينا بنسمعها كتير قوي، فهنتكلمها مع بعض كده وهنشرحها سوا، وهنقعد كده نتدردش شويه فيها عشان نفهم اكتر يعني ايه استحقاق، وان انا ازاي ان انا اقدر ازود من استحقاقي الداخلي عن نفسي. اول حاجه وهي يعني ايه استحقاق. الاستحقاق هو ان انا يكون عندي ايمان داخلي عميق من جوايا بان انا استاهل ان انا اتحب، بان انا استاهل الاحترام، بان انا استاهل ان اعيش عيشه كويسه، بان انا استاهل فرص حلوه وعلاقات صحيه ونجاحات كتير. وده مش لان انا احسن من غيري، وده لان انا ببساطه انسانه ليها قيمه وليها كرامه. ايه الفرق بقى بين الاستحقاق وبين الغرور؟ في ناس كتير بتخلط ما بين الاستحقاقيه والغرور، ولكن الاتنين مش حاجه واحده، في فرق ما بينهم. الاستحقاق يعني هدوء داخلي، احس كده من جوايا كده ان انا استحق الحاجه دي وانا هاديه وانا مرتاحه بمعنى صح. لكن الغرور بيكون صوته عالي، انا كذا واستحق كذا وكذا وكذا، شك فيه عنجهيه كده شويه، او عنجهيه كتير مش شويه كمان. الاستحقاق هو احترام لنفسي وللناس اللي حواليا، احترم حدودي وحدود غيري، مش حدودي انا بس واللي حواليا طز فيهم، لا. لكن الغرور دايما تقليل من الناس اللي حواليا. الاستحقاق ان انا بقبل نفسي زي ما هي، فلو في عيوب هحاول نطورها على قد ما اقدر. لكن الغرور تمسك بالكامل بالكمال وانكار العيوب، وافضل نفسي ده انا ما حصلتش، ده انا مفيش بعد كده. الاستحقاق هيقول ان انا صوتي الداخلي وانا هاديه هيقول لي ان انا استاهل كذا، زي ما كنا بنقول شويه، استاهل ان انا اتحب، استاهل ان انا اكون في علاقه صحيه، استاهل حاجات كويسه كتير انها تخش في حياتي. لكن الغرور هيقول انا احسن منكم وانتوا يعني اقل مني. ده الفرق بمنتهى البساطه كده ما بين الغرور وما بين الاستحقاق. باختصار، الاستحقاق هي حب الذات وان انا احس بان انا استحق فعلا، والغرور هو تهويل وتكبير الانا، اوصل يعني لحاله كده من العنجهية الوحشة يعني من الآخر. طب ليه بقى إحساس الاستحقاق بيقل عندنا؟ بمنتهى يعني البساطة كده، في شوية حاجات إحنا تعرضنا ليها في حياتنا، سواء كان من التربية أو من المعاملات اليومية أو من أفكاري عن نفسي، هي دي اللي خلت إن أنا استحقاقيتي تقل. زي التربية الصارمة اللي بتربط بين الحب والإنجاز، كل ما أنجزت أكتر وعملت حاجات اكتر كتير وجيت على نفسي كل ما الناس هتحبني، طبعا ده مش صح. او ان انا اكون مريت بتجارب رفض متكرره، زي التنمر، زي الخوف من الرفض عموما، زي الخوف من الفشل، او ان انا دايما احط نفسي في مقارنه مستمره بالناس، او ان يبقى جوايا صوت داخلي فيه نقد شديد جدا جوايا. فالنقد ده يخليني ان انا ساعات اقول لنفسي يعني جمل زي انا مستاهلش علاقه محترمه، انا مستاهلش النجاح، انا مستاهلش ان انا اتقبل زي ما انا. الجمل دي جمل خطيره جدا، لانها بتوقفني في مكاني وتخليني ان انا في نفس الحته اللي انا فيها، ما بحسش باي انجاز باي شكل من الاشكال. ده مش بس بتوقفني في مكاني، ده بتخلي ثقتي بنفسي يعني معدومه تماما. ازاي بقى ازود من احساسي بنفسي، وازاي ان انا يعني ارفع استحقاقي؟ الجمله اللي احنا دلوقتي بقينا بنسمعها كتير قوي اليومين دول. الموضوع محتاج تمارين باستمرار، هنعمل كده تمارين كتير عشان تساعدني فعلا بالاستحقاقيه. والتمارين دي بعملها زي كده، زي ما تكون انها لايف ستايل في حياتي، مش ان انا هعمل التمارين دي مره وخلاص، لا، ده انا هفضل اعملها واكررها كتير لحد ما اوصل لمرحله ان انا فعلا ابدا احس ان انا استاهل. فتبقى التمارين دي زي كده لايف ستايل، حاجه كده زي الاكل والشرب. اول تمرين هقف قصاد المرايه وهبدا اكرر على نفسي جمل توكيديه ايجابيه تساعدني فعلا ان انا يعني اعلي من استحقاقيتي. زي مثلا انا استاهل ان انا اتحب، انا استاهل ان انا الناس تحترمني، انا استاهل ان انا اخد فرصتي، انا استاهل ان انا اعيش مرتاح. شايفين جمل زي دي؟ هنكتب كده الجمل دي كده ونقف كده قصاد المرايه ونبدا ان احنا نقولها. لما انا احسها من جوايا تدريجيا واحده واحده مع الوقت ابدا ان انا اتصرف بناء عليها. مش مهم اكون حاسه بالكلام ده دلوقتي، مش مهم ان انا احس بيه من اول مره، مش مهم، بس مع الوقت ومع تكراره كتير فعلا هتصرف بناء على الجمل دي. تاني تمرين وهو تمرين اسمه قائمة الانجازات الصغيرة. عايزاكي تكتبي كل اسبوع 3 حاجات بسيطة نجحتي ان انت فعلا عملتيهم. اي حاجة، اي 3 حاجات. اتكلمتي مع حد باسلوب حلو، طبختي اكله حلوه، عملتي حاجه حلوه لحد من ولادك وكان ممتن ومبسوط جدا بيها، خدتي وقت اجازه لنفسك
اتمنى يعني ان انت تعملي حاجه زي كده. ده هيبدا كده في عقلك اللاواعي، يبدا يعلم من جواكي، يحسسك بالتقدير الداخلي. شفتي بقى الجمل اللي انت كنت من شويه بتكتبيها عشان تقوليها قصاد المرايه؟ تبدا الجمل دي تتعزز عندك. التمرين الثالث هو تمرين حاجه اسمها اعاده تعريف الفشل. قبل بس ما اقول التمرين، حابه بس ان انا اقول في حاجه اسمها نظريه التعلم بالمحاوله والخطا. يعني ايه؟ يعني انا لو ما غلطتش مش هتعلم. بمعنى لو انا ما كنتش وقعت وانا بتعلم المشي ما كنتش عارفه امشي. لو انا ما كنتش غلطت مثلا وانا بتعلم وليكن مثلا مهاره زي السواقه ما كنتش عارفه اسوق. لو انا ما كنتش بطيئه مثلا في الكتابه على الكمبيوتر ما كنتش عارفه اكتب بمهاره سريعه دلوقتي. لو انا ما كنتش مريت بعلاقات فاشله ما كنتش هعرف يبقى ليا معايير محدده في علاقاتي دلوقتي. لو انا ما كنتش فشلت في بدايه شغلي ما كنتش هعرف اوصل للنجاح اللي انا وصلته دلوقتي. فكل ما ابقى واعيه ان الغلطات بتاعتي واخطائي هي اللي بتعلمني ان انا فعلا اعرف اوصل لشيء اعلى وشيء احسن، كل ما ده هيخليني ان انا فعلا يبقى عندي اعاده لتعريف الفشل. فالفشل مش معناه ان انا مستاهلش، لكن معناه انا جربت وما توفقتش فهحاول تاني يمكن اتوفق المره دي. فعايزاكي تعملي زي قايمه كده بكل مره فشلت فيها، وتكتبي جنب كل حاجه من الحاجات دي انا استاهل ان انا اعيد التجربه دي بشكل تاني. انا اتعلمت من التجربه دي 1 2 3. حاجه اسمها العظات والعبر من التجارب اللي احنا يعني مرينا بيها، من التجارب الفاشله اللي احنا عدينا بيها. اكتب كده وابدا اقول لنفسي ايه العظه والعبره من التجربه دي، انا استفدت ايه يعني من التجربه دي من الاخر كده. وان لولا غلطي، لولا الوقوع في التجربه دي، لولا الشخص السيء اللي دخل حياتي، لولا المشاكل اللي انا مريت بيها، ما كانش هيبقى عندي المنظور والفكر اللي بقى موجود عندي دلوقتي، اللي خلاني ان انا اطلع بحاجات تانية تفيدني للاحسن وللافضل. وابدا كده اقول لنفسي انا لسه استاهل. دي كانت تجربه، دي ما كانتش النهايه، لان هي دي الحياه عامله زي الموجه، يوم عاليه يوم هاديه، يوم يعني في حياتي هتكون كده. لازم اكون متقبله لده، احنا مش عايشين في الجنه. وابدا ان انا امرن نفسي ان عادي ان انا امر بلحظات فشل، لان لولا لحظات الفشل عمري ما كنت هعرف ان انا انجح. لو انت وصلتي للحته دي معايا عايزه اقول لك شكرا، وعايزه اقول لك ان كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك من الحاجات اللي هتساعدك كتير جدا انها فعلا تعزز من عندك استحقاقيتك. فخليني اقولك ان الاحساس بالاستحقاق هو اساس اي تغيير. انت مش هتعرفي تقولي لا غير لما تحسي انك تستاهلي الراحه. انت مش هتبني علاقه صحيه غير لما تحسي انك تستاهلي انك تتحبي. انت مش هتحققي احلامك غير لما تحسي ان انت فعلا تستاهلي النجاح. فلو حسيتي ان الفيديو ده لمس جواكي حاجه، فباكد عليكي ان كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك هيعلمك حاجات زي ازاي تتصالحي مع نفسك، وازاي تشتغلي على استحقاقك، وازاي تحبي نفسك من غير شروط، وازاي تعيشي حياتك من غير ما تخافي من رأي الناس. ابدأي دلوقتي رحلتك لاستحقاقك الحقيقي، لانك فعلا تستحق. وهتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالكورس هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن اللي موجود تحت. هتلاقي لينك الكورس، وكمان هتلاقي كل شيء يخص الكورس، وهتلاقي رقم الواتساب تقدري انك تبعتي لنا عليه، وهتلاقينا ان احنا بنشرح لك فيه كل حاجة.